الفترة دي كدمة دايما بتبقى مقرفة، هي مش إصابة. يعني احنا دايما لما بنتكلم في حتة كدمة في العضلة دي ما بتبقاش إصابة، ولكن موضوع بيبقى مقرف جدا. وبيحصل تجمعات دموية، وبيبقى الموضوع مؤلم لحد كبير. ساعات الكدمة دي ما بتبقى شديدة بشكل كبير، وواضح ان الكدمة بتاعت بيرسي تاو شديدة، ممكن تقعد معاك اسبوع كامل انها تألمك وتوجعك. فممكن يكون في تفكير بعدم الدفع بيه، لانه مش هيخاطر النادي الاهلي بالدفع ببيرسي تاو الا اذا كان سليم بنسبة 100%. شوف الراجل وضعه هيبقى ايه في النادي الاهلي. شيء جميل برضو جدا 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 ان النادي الاهلي بيوصل لديل مع فريق سان جورج ان هو يلعب الماتشين هنا، وده شيء يحسب للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي. احنا حتى لو في مشاكل في الملاعب مثلا في اثيوبيا ولا عدم اعتمادها او كده، ولكن سان جورج كان ممكن يروح يلعب في اي حته. ممكن يروح يلعب في تنزانيا، يلعب في رواندا، يلعب في اي مكان مباراه الذهاب. ولكن ان انت توصل لديل ان انت تجيب الفريق هنا ويلعب الماتشين هنا. لا ماتشين سان جورج عندنا، الماتش الاول مع سان جورج سيدهم، والتاني مع سان جورج وسوف. والف سلامه للكابتن شاف القطه، قال لها بسبس، قالت له بيرسي تاو. الناس قعدت تقول لك بيراميدز هو اللي هينافس والناس عماله تعمل اسقاط. الزمالك الحمد لله يعني ادى لقاء في ظل الظروف اللي موجوده وظل الغيابات المؤثره، في ظل عدم انتدابات خالص. بيراميدز ما شاء الله يعني الدنيا عنده ما شاء الله، بدل اللعيب 4. لكن الزمالك الحقيقه كان حاضر في الماتش بشكل كبير. صحيح الشوط الاول ما كانش المستوى قوي، لكن الشوط الثاني لما الاوضاع اتصلحت والراجل صلح الاوضاع اللي كانت يعني ما كانتش على هوا او ما كانتش ماشيه مع المباراه. يعني هو احترم فرقه بيراميدز زياده عن اللزوم، فعمل تشكيل دفاعي يعني قلل القدرات الهجوميه. لكن لما اشتغل الشوط الثاني وزود القدرات الهجوميه، بدات الولاد تنتشر وبدانا نلعب وبدانا نجيب اجوان بعد ما كنا مغلوبين. اتعادلنا وكسبنا 2-1. ولولا الخطا اللي حصل في الاخر كان ممكن تبقى معاك 3 بونت في اول، ومع فريق منافس ليك على الدوري. يعني المفروض يعني مش هو الاوحد زي ما اتقال، لكن الزمالك الحمد لله ظهر بمظهر جيد الى حد كبير جدا. طبقا الزمالك وبيراميدز عيان بيلعب ميت، اشلم تنتون على تنتن، واحد نتن والتاني انتن. زيزو دفع له من المدخلات اللي دخلت نادي الزمالك من بعض المستحقات الخاصه بمحلات نادي الزمالك 5.5 مليون جنيه. وجاري الان محاوله تكوين بعض الاموال للاعيبه الاجانب، وهم كان في اجتماعات مع المسؤول المالي الاستاذ احمد فؤاد الوطن، كل على حده اللاعبين الاجانب عشان نقدر ندفع لهم جزء وتفهموا الموقف. وهو فلوس النادي لسه محجوز عليها لغايه دلوقتي؟ هناك حجز على اموال النادي في البنوك حتى الان، ولما بيحصل ان احنا بنقدر ناخد بعض المستحقات بتاعت النادي. الحجز من مين؟ الحجز من مصلحه الضرائب. يعني ده حجز مصلحه الضرائب مش من ممدوح عباس. من مصلحه الضرائب. هو ده الكم الاكبر الكبير اللي ممكن يكون موقفنا في الوقت الحالي، ولكن احنا بنتكلم على ان احنا بيجي لنا بعض المدخلات، صرفنا على مرتبات العاملين، صرفنا للعاملين في. طب وهي الضرايب حاجزه على مبلغ قد ايه يا فندم؟ يعني هو تقديرات كانت موجوده في مجال السابقه وسنوات سابقه بحوالي 1,400,000,000 ودي يا فندم من الواضح وفي اجماع على كده ان الوضع في الزمالك صار سيئا. حسنا نتمنى لهم الاسوء.